ولد المايسترو حسن فالح في مدينة البصرة عام 1963، وبدأ مسيرته الفنية في فرقة اتحاد الشباب وهو في سن 12 عازفا على آلة البنجوز الإيقاعية بقيادة الأستاذ الفاضل محمد صبيح. وبعد ذلك دخل معهد الفنون الجميلة في البصرة، حيث اختار أستاذه محمد صبيح آلة القانون لحسن فالح، بل أجبره على اختيارها لأنه يعلم بموهبة حسن فالح. درس آلة القانون في المعهد على يد الأستاذ التونسي محمد حسين المقني رحمه الله، وتمرن على الآلة ساعات طويلة وأيام حتى تمكن من إتقان العزف عليها. تخرج من معهد الموسيقى بدرجة امتياز، ثم التحق بأكاديمية الفنون الجميلة قسم التربية الفنية في بغداد، ومن هناك بدأت رحلته الفنية في العاصمة، وشارك في العديد من الفرق الموسيقية والبرامج التلفزيونية، وكان من أبرز البرامج هو برنامج أصوات شابة عام 1985. تعرف على كثير من المطربين الشباب، وكان من أبرزهم الفنان كاظم الساهر عندما شارك بأغنية يا شجرة الزيتون، ومنها بدأت علاقة الساهر مع حسن فالح. يا شجرة الزيتون يمتى يجي الغالي، شف ناس يحبون ما حد في الحال. في عام 1992 انضم المايسترو حسن فالح إلى فرقة الفنان كاظم الساهر، وفي عام 1995 أصبح قائدا للفرقة الموسيقية العراقية المصاحبة للفنان كاظم الساهر. منذ ذلك الحين أصبحا ثنائيا لا يفترقان، حيث ساهم بشكل كبير في نجاح حفلات الساهر الفنية من خلال قيادة وتدريب الفرقة الموسيقية والعزف على آلة القانون. لا يزال المايسترو حسن فالح يقود فرقة الساهر إلى الآن، ويتجولان رفقة الفرقة الموسيقية في مختلف الدول العربية والأوروبية لإقامة الحفلات الغنائية التي يحضرها الآلاف من محبي الموسيقى العربية. عام 2001 حصل على الجائزة الأولى في العزف على آلة القانون في مسابقة مجمع الموسيقى العربية التي أقيمت في الجزائر على نطاق الوطن العربي. اجتمع المايسترو حسن فالح مع الموسيقار خالد محمد علي لتشكيل ثنائي موسيقي يهدف إلى تقديم الموسيقى العربية في قالب جديد يجمع بين التراث والحداثة. هذا الثنائي استطاع أن يقدم للجمهور تجربة موسيقية فريدة تعتمد على حوار موسيقي بين العود والقانون، حيث قدم الثنائي العديد من المقطوعات الموسيقية من تأليفهم في الأمسيات الموسيقية الناجحة في مختلف أنحاء العالم، التي لاقت استحسانا كبيرا من قبل الجمهور والنقاد على حد سواء. حسن فالح بالإضافة إلى عزفه على آلة القانون فهو مؤلف موسيقي وموزع وملحن، ولديه العديد من الأعمال في الساحة الفنية، ومن ألحانه وتوزيعه أغنية لغة العيون للمطرب محمد بشار والشاعرة دارين شبير،
أغنية لف ودوران للمطربة وتر والشاعرة دارين شوير، أغنية أناديك للمطرب صالح اليامي والشاعرة دارين شوير. ومن مؤلفات الموسيقية موسيقى سوالف، سماعي حبيبتي، موسيقى عتاب، موسيقى لحظة تأمل، موسيقى صباحي، وموسيقى بين عقلي وقلبي، ومؤلفات أخرى يعمل حاليا لإصدار ألبوم موسيقي بكل مؤلفاته. المايسترو حسن فالح هو شخصية فنية بارزة، ساهم بشكل كبير في إثراء الساحة الموسيقية العربية، وعمل مع العديد من الفنانين العراقيين والعرب، وارتبط اسمه ارتباطا وثيقا بالفنان كاظم الساهر.